ازيكم حبايبنا الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. معلش اعذروني ان انا اتأخرت عليكم في تنزيل الفيديوهات الفترة اللي فاتت دي. بس والله كان غصب عني، وان شاء الله الجاي احسن بكتير. وهتلاقوا فيديوهات حلوة اوي اوي تنال اعجابكم ان شاء الله. انا حبيت اجيلكم فيديو صغير اوي اوي كده على قدي. تمام. دي عزومة ماما. دي طبعا قبل رمضان ما يخلص بيوم. بس انا فعلا اتأخرت عليكم في تنزيل الفيديوهات. اعذروني عشان كنت تعبانة والله، وكان في ظروف يعني صعب عليا شوية. بس الحمد لله ان شاء الله تلاقوني معاكم الفترة الجاية دي دايما، وهنزل معاكم فيديوهات حلوة يا رب تعجبكم وتنال اعجابكم. في البداية متنسوش تحطوا اللايك وتصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، تقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. حابة اتشرف بمعرفتكم. اخواتي الغاليين اللي على راسي، ربنا يديمكم يا رب دايما في حياتي. ما تحرمش من كل اخ وكل اخت بيدعمني بكلمة حلوة بكبر بخاطري بيها. ربنا يبارك له يا رب كده، ويبارك لها ولكم بالمثل دايما. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا دي عزومة يا جماعة عند ماما. فاكرين أجواء رمضان بقى والحاجات الحلوة اللي احنا كلنا كنا بنحبها. كانت عاملة لنا العزومة الحلوة دي، يا رب تنولوا إعجابكم. وقولوا لي بقى مين لسه فاكر الأجواء الرمضانية ونفسه إن هي ترجع تاني. طبعا ده المانجا، كل من ده عرق سوس. مش أنا ما بحبوش بصراحة، بس هي بتعمل باين. وطبعا الأكل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده حاجة بسيطة على قدنا. أتمنى إن هي تنول إعجابكم. ما تبخلوش عليا بقى باللايك والشير. وشكرا للخمسة ستة اللي بيدعموني بجد. ربنا يخليكم ليا، ويا رب كده قناتي تكبر وتوصل للمليونية بكم بإذن الله تعالى. طبعا دي منة بتحط في الأكل معاهم، بصوا كله بقى من جنب. والكل بيجري، انتوا عارفين ان احنا بقى خلاص أذان المغرب وكده والكل بيجري. ف انا بحط معاهم الأكل برضه اهو. شايفين؟ ايه رأيكم بقى في الحاجات الحلوة دي؟ هم؟ متحرمش منكم بجد، وشكرا شكرا لكل اللي سألوا عليا. بجد انا معرفتش ارد عليكم في الكومنتات. عشان كان عندي بجد ظروف. يعني الحمد لله الحمد لله، ربنا يفكها بس علينا ان شاء الله. وتلاقوني معاكم دايما. آه، مش عارفة امشي، عمالة اصور مش عارفة اصور. ماما هنا بتحط العصير طبعا زي ما انتم شايفين. الاجواء الرمضانية دي بصراحة وحشتني جدا جدا. انا بتمنى ان السنة كلها تبقى رمضان بصراحة. الاجواء الرمضانية والحاجات الحلوة اللي احنا بنحبها. بصوا هو عموما بتاع الدرق ده. هو ليه شفاط كده بتصب بيه زي الكولمن، زي حنفية كده. بس مامتي بقى مستعجلة عشان افضل ماسكة الكوباية. لا، دي اللحمة حاطة جنبها عشان لو حابة تزود تاني. هي ما شاء الله عاملة لكل واحد طبق كده. لحمة وفراخ وبط وكفتة وسمبوسة ومكرونة بشاميل جلاش باللحمة. محاشي بأنواعها. رز بشعرية بسلة، ده العرق سوس اهو انا بوريلكم. وكل من تلج بقى زي ما انتم شايفين اهو. بسلة محاشي فراخ لحمة سمبوسة بط. رز. والليمون ده أساسي مخلل سلطات اهو. ايه رأيكم بقى؟ طبعا كل بقى بيبدأ يتجمع دلوقتي.